كشف المطور العقاري محمد حديد والد عارضتي الأزياء جيجي وبيلا حديد عن تفاصيل حياته منذ ولادته في مدينة الناصر الفلسطينية، مرورا بمراحل اللجوء التي انتقل إليها وصولا إلى الولايات المتحدة. وأعرب عن اعتزازه بأصوله الفلسطينية قائلا إنه وعائلته محظوظون بكونهم فلسطيني الأصل، وأضاف: أتمنى الحرية لفلسطين والمزيد من التعاطف نحوهم. وخلال استضافته في برنامج اب توكس على يوتيوب قال: هناك شيء أرغب برؤيته في حياتي وهي الحرية والمزيد من التعاطف نحو شعبي في فلسطين، وأعتقد أن هذا الشيء الوحيد الملتصق بي، وأتمنى لو كان بإمكاني إصلاحه. لا نريد القتال، أنا لا أحب تدمير الآخرين، ولكن الحرص على أن نسترد حقوقنا والعيش بسلام وكرامة. وتابع قائلا: أقول لأولادي بأننا هدية من الله، ونحن محظوظون بكوننا فلسطينيين. نحن الفلسطينيين مثل الزهرة التي تفتح وهي نادرة، ولكنها تأبى أن تستسلم وتستمر إلى أن تزهر مجددا. كوني فلسطيني هو أمر مميز للغاية، ونحن نادرون ولا نريد أن نموت. وأشار إلى أن والديه كانا متحررين وعصريين في أربعينيات القرن الماضي بفلسطين، وقد قدما له ولشقيقته كل ما بوسعهما، وكان متفوقا في الدراسة، ومسيرته تعتبر مثل الكتاب فيها العديد من المحطات والمنعطفات، وبأنه يؤمن بالحب من النظرة الأولى. قال إنه تزوج مرتين في حياته، وما زالتا لحد الآن أعز صديقاته. كما بيّن أنه دائما يشعر بالخوف من أن يسبب خيبة أمل لأولاده جيجي وبيلا وأنور، لأنه يرى الكثير من الخبث في العالم. قال: لقد تمت مهاجمتي وهذا يؤذي أولادي في بعض الأحيان. بناتي بيلا وجيجي تتأثران بسبب أي شيء يحدث لي. وتابع قائلا: يؤلمني قلبي كلما تذكرت والدي لأنه مات في وقت مبكر. والمضحك قمت ببناء مسجد في فيرجينيا، وفي اليوم الذي أنهيته توفي والدي، وقمنا بغسل جسده هناك. وأشعر بأني لا أرغب في الذهاب لذلك المسجد، لأني لا أريد أن أرى شيئا قد حدث وأتذكره. بنيت مسجدا ومدرسة لكي يستطيع أبنائي تعلم اللغة العربية وربما القليل عن الدين الإسلامي إن رغبوا بذلك. تحول المسجد فيما بعد لدار هجرة، وأصبح يستقبل كل محتاج دون النظر للونه أو ديانته، ويطعم القائمون عليه العشرات من الآلاف من الأشخاص في رمضان وغير رمضان. وأنا سعيد للغاية بما قدمته.